النهاردة حابب إننا نتكلم عن التسريب اللي خرج لجمال عبد الناصر، اللي هو أصلا مش تسريب ولا حاجة، ودي مكالمة مسجلة بينه وبين معمر القذافي موجودة في مكتبة اسكندرية من زمان. وطبعا خرج علينا مجموعة من الناصريين يقولوا إن دي ذكاء اصطناعي، وطلع عبد الحكيم وهدى جمال عبد الناصر أكدوا إن المكالمة دي صحيحة. وخرج الأستاذ عبد الحليم قنديل والأستاذ عبد الله السناوي يدافعوا عن عبد الناصر، وكأن ما قيل في المكالمة دي في تهم توجه إلى جمال عبد الناصر. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله في هذا الأمر إن للأسف معظم المصريين والناصريين عندهم خلط بالنسبة لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ما ينفعش نتعامل معاه بشكل واحد او بصورة واحدة. جمال عبد الناصر لما نتعامل معاه لازم نتعامل مع جمال عبد الناصر الثوري المنظر، وجمال عبد الناصر الحاكم اللي بيشتغل بطريقة الامر الواقع او المتاح. يعني في السياسة مثلا دايما بنقول ان السياسة هي فن الممكن، مش فن المستحيل. الثورة والنظرية او التنظير انت بتبقى عامل نظرية كاملة متكاملة على الورق، لكن لما بتنزل تطبقها على ارض الواقع الطبيعي ان الامور بتختلف. فجمال عبد الناصر كان مؤمن ان فلسطين من النهر الى البحر، وكلنا مؤمنين بده. لكن لما نزل واشتغل على ارض الواقع اكتشف ان امريكا واوروبا والاتحاد السوفيتي والعالم كله لن يسمح ابدا بخروج اليهود من فلسطين. فالطبيعي ان احنا كعرب لما نيجي نتناول قضية زي دي او ندعم المقاومة الفلسطينية او نسعى لتحرير فلسطين، لازم نبقى عارفين ان الموضوع مش هيحصل في يوم وليلة، ولازم يبقى فيه مراحل. فاحنا لازم نجزأ الامر. جمال عبد الناصر ما قبل 67 وجمال عبد الناصر ما بعد 67. جمال عبد الناصر اللي قام بثورة 52 غير جمال عبد الناصر في سنة 69 وسنة 70. ده طبيعي ان حصل اختلاف شديد، ان بعد نكسة 67 جمال عبد الناصر كما قال لمعمر القذافي في مكالمته ان الأهم الآن هو تحرير سيناء بالنسبة لمصر، والأهم الآن ان ملك الأردن يفعل أي شيء ويقبل بأي شيء من أجل استعادة الضفة الغربية حتى لو منزوعة السلاح، لأنه لن يستطيع استعادتها بأي طريقة تانية. والواقع أثبت حتى الآن إن دي الحقيقة. ملك الأردن والأردن حتى الآن لم تستطع استعادة الضفة الغربية. الضفة الغربية تقريبا خلصت، وتقريبا إسرائيل بتسعى لتهجير ما تبقى من فلسطينيين فيه. مصر لم تستطع استعادة غزة. غزة كانت وقتها تحت الإدارة المصرية وخسرناها في 67. فإحنا قبل 67 كنا بنطالب بتحرير الأراضي العربية التي احتلت في 48. بعد 67 إحنا بقينا بنطالب بإزالة آثار العدوان في 67. طيب ده نقدر نقول إن هو تناقض في أفكار عبد الناصر؟ لا طبعا. هنا نقدر نسميها انها قراءة للامر الواقع، ان خلاص عبد الناصر ادرك بعد 67 ان احنا لن نستطيع ان نستعيد فلسطين بكامل حدودها بمنتهى السهولة، وان اكبر انجاز نستطيع ان نحصل عليه في الفترة اللي هي بعد 67 هو استعادة سيناء واستعادة ما خسره العرب في 67. طيب في الوقت ده طبعا كان السوريين بيزايدوا علينا والعراقيين والجزائريين والمقاومة الفلسطينية، وعبد الناصر يعني نصا كده قال للقذافي يحلوا عننا، يعتبرونا انهزاميين استسلاميين، يعتبرونا زي ما يعتبرونا، يحلوا عننا. ونصا ايضا في هذه المكالمة اللي يقال انها مسربة، ان جمال عبد الناصر قال له ان لن نستطيع استعادة سيناء
إلا بإيجاد موقف دولي ضاغط يجعل أمريكا تضغط على إسرائيل للانسحاب من سيناء. طيب فاحنا عملنا وقتها حرب الاستنزاف، وكنا بنخسر عدد ضخم من جنودنا وعمالنا لأن ما كانش فيه حائط صواريخ وقتها، فكان في استنزاف من الطرفين. يعني احنا بنستنزف اليهود واليهود بيستنزفونا، وعبد الناصر قال ان العشرة عندهم بمقام 100 عندنا، يعني احنا لو خلصنا على 10 هم بيخلصوا لنا على 100. فكان مطلوب ان احنا نعمل حائط صواريخ عشان نقدر نعمل حالة من حالات التوازن في اللحظة دي. وكان في تجهيز لخطة عبور برضو نرجع ونقول ان كان الهدف منها هو خلق الموقف الدولي الضاغط اللي يخلي امريكا تضغط على اسرائيل عشان تنسحب من سيناء، مش تحرير سيناء بالقوة. خلاص عبد الناصر كان وصل لمرحلة انه ادرك اننا لن نستطيع ان نحرر سيناء بالقوة. عبد الناصر كان مسلف الجزائر 10 مليون جنيه بعد 67، طلب منهم ال10 مليون جنيه اللي احنا مسلفينهم للجزائر، رفضوا، قالوا له هتاخدهم في مواعيدهم بالاقساط اللي موجوده. ما حدش ساعدنا في 67 ولا بعد 67 من الدول العربيه، بل بالعكس الدول العربيه كانت بتضرب في مصر وقتها. فاحنا كنا بنحارب لوحدنا، بنحارب امريكا واسرائيل وبريطانيا وفرنسا. الاتحاد السوفيتي ذاته يعني هو اول دوله في العالم اعترفت باسرائيل، فبالنسبه لهم كانت اسرائيل هي خط احمر لن تسمح ابدا بزوالها او هزيمتها. فكان الهدف عندنا ان احنا نخلق زي ما قال عبد الناصر طبعا، ان احنا نخلق موقف ضاغط يخلي اسرائيل تنسحب. ده اللي السادات عمله في حرب اكتوبر. الفريق سعد الدين الشاذلي لما اتكلم عن خطة حرب اكتوبر اللي هي الخطة بدر اللي قال ان السادات طور الهجوم وما التزمش بيها، كان الهدف منها ان القوات المصرية تتقدم داخل سيناء تحت حماية حائط الصواريخ وما تكملش، تقف على كده، بحيث ان يبقى في حالة من حالات الضغط على اسرائيل، اللي هي برضو نفس الفكرة اللي عبد الناصر اتكلم فيها، ايجاد موقف دولي ضاغط. هنا احنا ممكن نقول ان عبد الناصر والسادات امتداد لبعض، او ان السادات امتداد لعبد الناصر. تقريبا هو ده اللي حصل في تحرير سيناء. السادات جه نفذ اللي عبد الناصر كان بيتكلم عليه في اخر ايامه، لكن نقدر نقول ان السادات زود الامور شويه. موضوع ان يروح كنيسة ويزور اسرائيل ويطبق مع اسرائيل ده هو زوده شويه. انا حابب اقول ان جمال عبد الناصر هذا الشاب الحالم الثوري اللي قام بثورة 52 تطور وتعلم وأدرك واشتغل سياسة. وقتها هو ما كانش سياسي، هو كان ضابط في الجيش أما قام بالثورة. بعد ما حكم مصر وتعامل وأدرك ودخل في صراعات واتهزم وانتصر، طبيعي ان هو افكاره هتتغير، افكاره هتتطور، ده شيء طبيعي. لكن ما هوش خيانة بالمناسبة، ما هوش كلام كان بيقوله وبعد كده في العلن ويقول عكسه في الخفاء. دي مش حقيقة بالمناسبة. جمال عبد الناصر له مقولة شهيرة، يعني دايما يعني كان يقول ان اعظم ما في تجربتنا اننا لم ننخرط في النظريات بحثا عن حياتنا، بل انخرطنا في حياتنا بحثا عن النظريات. يعني جمال كان بيقول ان اعظم حاجة في تجربته ان هو كان بيشمر ايده وينزل يشتغل، وسط ما هو بيشتغل بيخرج بنظرية من قلب الواقع، من قلب الحياة. ما بيجيبش نظريات من بره ويحاول يفرضها على الواقع. ده اللي عبد الناصر عمله بالمناسبة. وعايز اقول بالمناسبة يعني، وانا قومي عربي ناصري، للأسف يعني لم ينجح عبد الناصر في وحدة عربية، ولن ينجح غير عبد الناصر في تحقيق وحدة عربية. والوحدة العربية لن تحدث إلا بالقوة، بالإجبار. دولة زي مصر إذا استطاعت أن تستولي بالقوة على بقية الدول العربية وتفرض هذه الوحدة،
هذه هي الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون فيها وحدة عربية، غير كده مش هيحصل. العرب عمرهم ما توحدوا. العرب قبل الإسلام ما كانش لهم دولة، بعد ظهور النبي برضه ما توحدوش خلفه، غير لما يعني كما قال أبو سفيان في فتح مكة، يعني لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، لما شعروا أن النبي بقى عنده ملك وعنده قوة وسطوة توحدوا خلفه. وبعد وفاة النبي خرجوا من الدين وتفككت الدولة، ولم تعد الدولة موحدة إلا بالقوة، بالإجبار، بالحرب من أبو بكر. وبعد وفاة أبو بكر برضو حصلت الفتنة وتم قتل سيدنا عثمان وسيدنا علي، وما اتفقوش على سيدنا علي وطلع معاوية. فدي طبيعة العرب بالمناسبة، يعني العرب لن تكون لهم دولة موحدة إلا بالقوة، بالعافية، بالإجبار، مش اختيار. مفيش حاكم هيجي يقول أنا هعمل وحدة مع مصر واسيب السلطة وامشي، مش هتحصل. مفيش شعب، يعني مش هنيجي نقول ان القطريين هيقولوا يلا نعمل وحدة مع المصريين اللي هم 100,000 يعملوا وحدة مع 110 مليون، فما يبقى لهمش وجود. ده مش هيحصل، محدش هيقبله.